السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم احلى اخوات في الدنيا، يا رب تكونوا بألف خير. ده ان شاء الله البرسيل الكريم اللي هنعمله مع بعض النهارده بطريقة سهلة جدا ومبسطة بمكونات موجودة في كل بيت. وكمان هتقضي لك الأصعب البقع الموجودة عندك في الهدوم. وعاملين كمية يعني كويسة هتقعد معاكي فترة، بجد الوصفة دي روعة روعة روعة. هنحط في العلبة اللي دي كانت مطرح البرسيل، هحط فيها مية ونجرب مع بعض. يا ريت حبايب قلبي اللي مشرفيني ومنوريني على القناة ولسه ما عملوش اشتراك، يا ريت يا حبايب قلبي تعملوا لي اشتراك فضلا وليس امرا. ويا ريت يا حبايبي ما تنسوش اللايك عشان اللايك بيرفع الفيديو وعشان يوصل لكم كل جديد انا بقدمه على القناه. هنجرب مع بعض الوصفه اهو. الرغوه بتاعتها جميله جدا جدا، روعه بجد. هتقضي لك على اصعب البقع الموجوده عندك في الهدوم. بصوا يا حبايبي الرغوه بتاعته عامله ازاي، تحفه. وكمان ما حطيناش من البرسيل، دي البواقي اللي كانت في العلبه. تحفه بجد، هتخلي الهدوم بتاعتك زي الفل. بصوا جميله جدا جدا. ايه رايك بقى في رغوته حلوه قوي، والبرسيل عملنا كميه حلوه هتقعد معاكي فتره. ايه رايك بقى بجد في الوصفه دي، تحفه تحفه تحفه. اجمل برسيل كريمي عملناه مع بعض. يلا بقى بينا على الوصفه عشان نشوف احنا ازاي عملناه مع بعض. ان شاء الله يا حبايبي النهارده هنعمل مع بعض البرسيل الكريمي او الاريال الكريمي مع بعض بطريقه سهله جدا، ان شاء الله تنول اعجابك. بس قبل ما نبدا الوصفه حبايبي نسمي الله ونصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. اول حاجه في الوصفه بتاعتنا معايا كده مج من الميه، ميه عاديه خالص من الحنفيه. تمام. بعد كده معايا كده معلقتين من السكر اهو، معلقتين 3 كده من السكر. ومعايا كمان معلقه من ملح الليمون، معلقه صغيره. تمام. بعد كده معايا معلقه كبيره من بيكربونات الصوديوم. ما عندكيش بيكربونات الصوديوم ممكن تحطي بيكنج باودر. وهنقلب الحاجات دي كلها مع بعض. بصي هي بتتفاعل ازاي مع بعض. هدوبها كويس. اي حاجه طبعا بنحطها بندوبها كويس. معايا بقى كده حوالي 5 معالق من النشا او الكورن فلاور. تمام. وهندوب برده كده كويس، هنقلب كويس. تمام. بعد ما دوبنا كويس بعد كده هنحط معلقه من الصودا. تمام. انا كنت مدوباها كده في شويه ميه صغيرين اهو. يبقى معلقه من الصودا او البطاص في بعض الدول حجر تسليك المجاري دوبوشار كترون. تمام. وهنحطها كده وهنقلب كويس. طبعا تكوني مدوباها في الميه كويس وتحطيها. وطبعا تبعدي نفسك خالص عشان الابخره اللي بتبقى فيها. هنقلب كويس. شوفوا بقت عامله ازاي، زي التكسبون كده. بصوا تقلت اول ما حطيت معلقه. تمام. بصوا حبايبي لازم تتقل منك كده زي ما انت شايفه. بصوا انت لو ما تقلتش منك كده يبقى العيب من الصودا. لازم ان انت بتحطيها في الكوبايه في شويه ميه تلاقي كده الكوبايه سخنت منك. لو الصودا ما سخنتش يبقى هي مش كويسه، تشتريها من عند حد كويس يعني. بصوا اهي. بعد كده ده كده بصوا ده الاريال الجل اللي انا عملته معاكم. بصوا تقولوا جميل جدا جدا. ده الاريال الجل او البرسيل الجل اللي انا عملته معاكم، كان جميل جدا جدا. يا ريت يا حبايبي تتفرجوا على الوصفه دي بجد حلو قوي، اللي هو الاريال الجل او البرسيل الجل اللي انا عملته معاكم. تقولوا جميل جدا جدا. طبعا انت اي برسيل جل عندك حطيه اهو. احط تاني اهو. لحظه واحده انا كده حطيت كمان نص كوبايه واقلب. احط تاني بقيت النص اهو. جميل جدا بجد. الاريال الجل اللي احنا عاملينه مع بعض ده روعه. الوصفه دي يعني الاريال الجل ده ما جابش مشاهدات، مع ان الوصفه دي جميله جدا جدا وعاملينها بطريقه سهله قوي. واقلب برضو. طبعا يا حبايبي الوصفه دي عايزه تقليب كويس. تمام. طبعا انا قلبته كويس جدا لغايه ما خليته بالقوام اللي انتوا شايفينه ده. تمام. تقلبيه كويس عشان ما يكلكعش منك اهو. انا عايزاه بالقوام ده. هبتدي بقى احطه في علب. الوصفه بتاعتنا خلصت خالص، ما فيهاش اي حاجه، سهله جدا جدا. لحظه واحده اجيب العلب. انا هحطه في العلب دي كده. تمام. في علب تانية هحط في علبه تانية برضو هحط فيها. لحظه واحده هفضي. انا فضيت يا حبايبي في العلبتين دول، لسه هبقى احط في العلبه دي. لحظه واحده هشيل دول اهو. هفضي فيها بقى. بصوا عامل ازاي. بصوا
انا عايزاه كريمي كده، روعه بجد، هيخليلك الغسيل بتاعك زي الفل. كده يا حبايبي بعد ما فضيت البرسيل في العلب، في العلبه الكبيره دي والعلبتين الصغيرين، بجد الوصفه دي تحفه وهتقعد معاكي فتره. عملنا كميه حلوه قوي قوي. وان شاء الله هتقضي لك على اصعب البقع الموجوده عندك في الهدوم. مش مكلفانا حاجه الوصفه غير 5 معالق نشا، ومعلقتين سكر، ومعلقه بيكربونات الصوديوم، معلقه ملح ليمون صغيره. يعني الوصفه مش مكلفانا حاجه، موجوده الحاجات دي موجوده في كل بيت. والإيريال اللي انا حطيته كان موجود عندي، يعني الوصفه مش مكلفانا حاجه خالص. انت بس لو مش عندك الإيريال مش عاملاه معانا، فانت هتشتريه من عند بتاع المنظفات اللي هو السايب، حلو جدا برده. تمام. بجد الوصفه دي روعه، يعني لما تيجي تنقعي الهدوم هتاخدي معلقتين ثلاثه، هتاخدي 3 معالق كده منه، هتحطيها في ميه النقع، حلو جدا جدا في التنظيف، هيقضي لك على اصعب البقع. ان شاء الله تنول اعجابك الوصفه دي وتدعي لي، انا عايزه دعوه حلوه كده من القلب. وان شاء الله هنشوف الرغوه بتاعته في اول الفيديو، تحفه بجد. والوصفه حلوه قوي قوي. ان شاء الله تنول اعجابك. يا ريت يا حبايبي لو عجبكم الوصفه تكتبوا لي في التعليقات، ولو عايزين اي وصفه تانية اكتبوا لي في التعليقات. يا ريت ما تنسونيش باللايكات، ويا ريت تعملوا الاشتراك في القناه وتفعلوا زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.